النهاردة هنعمل العيش الشمسي الصعيدي في نص ساعة وفي فرن البوتاجاز بدون خمرة خبيز ولا عصيدة لتاني يوم ولا أي حاجة. هنكون عاملينه بكيلو دقيق واحد، هنطلع منه كمية من العيش. هنعمله بدون مجهود وفي نص ساعة بس. هنجيب أول حاجة كوباية من المية، مية عادية، احنا في الصيف بنحط مية من الحنفية، وهنحط عليهم معلقة كبيرة من السكر وعليها باكت من الخميرة، وهقلبهم مع بعض واسيبهم يرتاحوا شوية وتتفاعل الخميرة. بعد كده هجيب البولة اللي انا هعجن فيها واحط عليها معلقتين كبار هرميين من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من الملح، وعليهم كوباية الا ربع من المية المغلية، وهبدأ ان انا ادوبهم كده مع بعض. ودي العصيدة بتاعت الصعيد، بس العصيدة السريعة. احنا في الصعيد بنعصد، يعني بنعمل العصيدة ونسيبها لتاني يوم، عشان بنعمل حوالي 25 و30 كيلو من الدقيق بنخبزهم. بعد كده بجيب كوباية من المية، مية من الحنفية عادية خالص، وببدأ ان انا اقلبهم كده شوية، وبعدين اروح جايبة الخميرة اللي انا خمرتها اللي هي بالخميرة الفورية، وبعد كده اقلبهم واحط عليهم الدقيق. هنا باجي الكيلو بتاع الدقيق، ببدأ ان انا اغربله كده او انخله عشان لازم يطلع الهواء اللي فيه. وببدأ ان انا احط مية بالقطارة، هنا بحط مية يدوب شوية شوية. الدقيق اللي انا استخدمته اخد مني 3 كوبايات ونص من الدقيق، لكن في انواع كتير تاني بتاخد 3 كوبايات، وفي انواع بتاخد 4 كوبايات مية. فانتي بالراحة وحطي واحدة واحدة من المية، عشان خاطر العيش ده مش بيكون ماسك، بيكون شوية لين، بيكون شوية اللي هو سايب كده شوية. ببدأ ان انا الت واعجن. عارفين كلمة اللت والعجن دي خصوصا عشان خاطر الخبيز او العيش الصعيدي. ببدأ ان انا اشد شوية بايدي العجين واروح دباه تاني، حطاه تاني، وببدأ ان انا اديله بكام بوكس على كام بنية، طلع غلك كله فيه. وببدأ ان انا اعجن كده العجين، وبعجنه بالظبط بياخد مني ممكن 10 دقايق او ربع ساعة، مش اكتر من كده. بعرفه ازاي ان هو تمام كده؟ بروح مطلع رغيف واحد وحطاه فوق فوق كده فوق العجين، واول ما الاقيه ثبت يبقى كده خلاص العجين مش محتاج ان هو يتعجن تاني. بجيب بقى اي صواني عندي بحط فيها شوية ردة حلوين، وببدأ ان انا احط فيها العجين. ببدأ ان انا اطلع رغيف رغيف واحط فيها العجين. طبعا في الصعيد مش بنستخدم الصواني دي، بنستخدم حاجة مدورة اسمها الدوار، بس بما ان احنا مش في بيوت وما فيش سطوح ولا في خبيز كميات، فهي الصواني دي تقضي معانا الغرض، تبقى حلوة. ببدأ ان انا اقطع رغيف رغيف كده، وايد تكون ماسكة العجين وايد التانية شوية تكون مبلولة، عشان خاطر العجين بتاع الوش يكون ملساء كده، ما يكونش فيه تشققات وما يكونش فيه فتحات ويكون وحش، لا هيكون ان شاء الله حلو. اول ما اخلص القطيع بتاع العيش بلاقي ان الوش بتاعه نشف. اول ما الاقي الوش بتاعه نشف بحط كده، بجيب شوية دقيق وفي كفة ايدي، وببدأ ان انا ادب العجين او اساوي العجين زي ما انتوا شايفين قدامكم في الفيديو. ببدأ ان انا ادبه كويس، بس ما دبهوش خالص عشان كده ممكن يهبط مني والخميرة بتاعته ما تطلعش. طبعا لو عندك بلكونة تقدر ان انتي تحطي فيها العيش، عشان لو عندك شمس، لو عندك شباك بيجي ناحيته الشمس تقدري تفتحيه وتحطي فيه العيش عشان خاطر يخمر كويس. لكن لو ما عندكيش المروحة بتقضي الغرض وتبقى زي الفل. بتشغل المروحة على اعلى درجة وتحطي العيش فيها، وخلاص كده هيبدأ ان هو تسيبيه لغاية ما يتخمر براحته. طبعا هو مش بياخد وقت في التخمير عشان خاطر دي خميرة فورية، فبتستعجل شوية في التخمير، مش خمرة يدوية بتاعت الصعيد.
ببدأ ان انا هنا اقلب العيش. اول ما الاقيه خمر ببدأ ان انا اقلب العيش عشان خاطر الردة تاخد. ببدأ ان انا اشيل كل الردة الزايدة، انا بس عايزة الردة تكون تحت العيش بس، مش عايزة حوالينه عشان خاطر ما تتحركش. ببدأ ان انا اساوي كده، ولو في اي ردة فوق العجين او حوالين العجين ببدأ ان انا على طول انزلها. وبتيجي تقلبيه، ما تحاوليش تضغطي على العيش عشان خاطر تقلبيه بالراحة. بتحطي طبق تاني فوق العجين بطريقة سهلة، يدوب تكوني لمساه، وتبدأ انك تقلبي وتشيلي الاطراف الزايدة، الردة الزايدة اللي حوالين العيش او اللي فوق العيش بطريقة بسيطة، بايدك تكون يدوب كده بتلمس العيش عشان خاطر الخميرة او بعد ما تخمر ما يهبطش ويبوظ معاكي. ببدأ ان انا اقلبه اهو. شايفين يدوب انا بس مسرعة الفيديو، لكن انا بقلب بالراحة، وانا عشان متعودة ان انا بخبز كميات فايدي واخدة على ان انا اقلب العيش. بشيل هنا الاطراف، وطبعا من اول ما ابدأ تخمير احط العيش على المراوح، يبقى فوقيه المراوح اكون مشغلة المراوح، اروح على طول اشغل فرن البوتاجاز وبشغلها على اعلى درجة. يعني لو اعلى درجة عندك 230 تسيبيها على 230. بتشغلي بس الفرن بتاعت البوتاجاز، مش بتشغلي الشواية. لازم الفرن تكون سخنة جدا جدا جدا. ببدأ اهو بحطه خلاص كده، شلت كل الردة الزايدة. ببدأ بقى المرحلة التانية اللي هي بعد التخمير، ان انتي بتقطعي العيش او بتقسمي العيش. في ناس بتعمل صوالي اللي هي يدوب فتحة من الجناب اللي هو في النص كده، داير ما يدور في النص اهو كده، ده اسمه عيش صوالي. وفي ناس بتعمله 4 قرون، وفي ناس بتعمله 3 قرون. انا بعمله 3 قرون، يعني زي ما انتوا شايفين يدوب نص دايرة، ومن الجنب نص دايرة، ومن الجنب التاني نص دايرة. ده اسمه 3 قرون، وده اللي انا بحبه. انا مش بحب العيش الصولي ولا ال4 قرون ولا اي حاجة، انا بحب ال3 قرون. وبعد ما بعمل ال3 قرون بروح اديله يدوب ضغطة بسيطة جدا. احنا ليه بنقطع العيش، ليه بنعمل له قرون او ليه بنفتحه من الجنب؟ عشان خاطر هو كده هيعلى وهيتفتح، فيتفتح احنا وعاملين له التشكيلة اللي انت عايزة يتفتح عليها. لان العيش لما بيتخمر بيخمر زيادة، بيروح يتفتح حتة منه. فعشان ما يبقاش شكله مش حلو، لا يبقى شكله ظريف، نكون انت عامله له الشكل اللي انت عايزاه. ادي يا دوب بضغط عليه ضغطة بسيطة عشان تتفتح حتة القرون بتاعته. خلاص انا كده خلصت القرون، وهنا مسخنة الفرن كويس جدا. بروح على طول حطاه في البوتاجاز. بحطه البوتاجاز من تحت يدوب على الرف الوسطاني، هياخد بالظبط ممكن 10 دقايق ل15 دقيقة، مش اكتر من كده من تحت، وهتلاقيه اخد اللون اللي من تحت. ومع السخونة كمان بتاعة البوتاجاز هتلاقيه اتحمر من فوق. لو ما اتحمرش من فوق بتشغل الشواية من فوق يدوب انت وفاتحة الباب بتاع البوتاجاز، تبدأ تقلبيه من كل النواحي عشان ياخد اللون اللي انت عاوزاه، وبتطلعيه على طول. 15 دقيقة بالظبط في البوتاجاز، مش بياخد اكتر من كده في الفرن. شايفين العيش طري نظيف سهل، ما اخدش معانا وقت ولا مجهود. اللبة بتاعته خطيرة. العيش دلوقتي بره بيتباع بال15 وال20 وال30 جنيه الرغيف الواحد، فاحنا اولى وهنعمله بطريقة حلوة وايدك نظيفة يا ست الكل. ومفيش حاجة مستاهلة انك تشتري اي حاجة من بره.